عليكم ورحمه الله وبركاته. معاكم منوعات اخر على الاوضه النهارده يا جماعه، برضو في جوله في سوق الخميس المطريه. طبعا انتوا عارفين انا بروح سوق الخميس المطريه ليه. الشارع اللي قدام باب العيادات الخارجيه على طول، كل الشارع ده قماش. احنا دلوقتي عند احمد السوري، صورت لكم قبل كده الستاير التركي دي. النهارده برضو هركز لكم على الجديد اللي عنده، بس للاسف الاسعار هتبقى مع احمد مش معايا انا، بس هوريكم الاشكال وانتوا تقدروا تحكموا وتعرفوا بره بكام وتيجوا عنده تشوفوا الاشكال. نبتدي كده ونقول بسم الله. التشكيل اللي قدامكم ده كده دي بواقي، المتر منه ب 30 جنيه. اللي على الارض ده كده المتر ب 30 جنيه. بصوا يعني احلى حاجه ان الشكل ده جميل قوي. لو اتعمل بياضات برضو، لو اتعمل بياضات بيبقى جميل قوي على ركنه. برضو الشكل ده تحس ان هو لايق مع اللافندر، ركنه يليق مع الجراي، يليق مع الحاجات اللي فيها كافيه وذهبي، يليق مع الحاجات اللي فيها نبيتي. تمام، يعني تعملي كده اشكال حلوه مع الساده اللي بتبقى معموله على الركنه نفسها. كل التشكيل اللي في الارض ده المتر ب 30 جنيه على الارض، مش جوه المحل. يعني دي كده بواقي، بسم الله ما شاء الله. يعني في ناس كتير قوي بتاخد منها ما شاء الله، يعني معديه، لانه عارفين سعرها في التوب كام. دي كده بقيت تشكيل. بصوا حتى عنده سوفت، ده سوفت ستاير، بس طبعا ما معرفش هيعمل ستاره ولا لا. بتبقى بواقي بقى انت وحظك، 4 متر 5 متر 2 متر 3 متر على حسب. في احمر، في نبيتي، في اللون الكشمير الغامق، في اللون الموف، في اللون الاقوى، في لون بتنجاني، بطيخي، نبيتي، كافيه، لون فستقي. تعالوا بقى نشوف الستاير برضو اللي على الارض الاشكال بتاعتها ايه، لانها بتبقى ارخص من اللي احنا هيقابلنا دلوقتي في المحل. ما شاء الله اللهم بارك. دي ب 30 جنيه. ده ظهرها. تعالوا بقى نبص لوشها، بصوا الوش بتاعها ده ممكن حد ياخدها برضو لملايات. تحس ان الكنار تحس ان الشريط ده شبه الشرايط بتاعت الفرزاتش اللي احنا شغالين فيها اهو. بصوا جميله قوي. دي المتر منها بكام؟ ب 30 جنيه. في اللون منها اللي على لبني، وفي منها اللون اللي على كشمير او موف. ده هيليق على ده وهيليق على ده، بس هو على موف اكتر. وفي منها الساده خالص ابيض، شرايط بيضه. عايزه اوصل انا لدي لانها لافته نظري قوي. ما شاء الله. بصوا الستاره دي طول اهي، وعرض 3 متر. بصوا الشكل بتاعها حلو قوي. تمام، ده كده الستاير اللي عند احمد بره. بصوا ده كده القطيفه، الجزء ده جميل جدا. انا صورتها قبل كده وفي خلال الفيديوهات انا قلت تقريبا 75 جنيه. دي انا متاكده ان انا قلت سعرها في الفيديوهات. ده كده التشكيل بتاعها اهي، كل الالوان بتاعتها اللي انا قلت لكم عليها. تمام. في حاجات بقى جات له جديده، وفي حاجات برضو موجوده من المره اللي فاتت، بس انا هركز اكتر على الجديد لان الجديد بجد عنده خامه حلوه قوي. تمام. الاشكال دي كلها كده احنا قلنا ان الحاجات دي برلانت وكوزمان، الاتنين مطبوعين اهو، كوزمان وبرلانت مطبوعه. الخامه اهي مطبوعه قدامكم. في الشرايط دي احنا شفنا الشرايط دي زيها كده في الارض، بس اكيد فيها غلطه معرفش، انما دي درجه اولى ومحطوطه في العرض اللي بره. وده منها الكافيه اهي. كم المتر عليك دي كده حتت، دي فضل دي فاضله، لونها مش موجود منه تاني. دي فاضله وحته صغيره من ابو 30 في الارض، انما دي كتياب. دي كده تياب 65 و60. دي كده تياب. في الارض دي عامله كام؟ 50 جنيه. بصوا الحتت دي حلوه قوي. بصوا شكلها جديد. هي مش باين اللون عشان اللون كلها سكري، بس كلها كده، كلها كده اهي. تمام. الشكل بتاعها ده دي حلوه قوي، الخامه بتاعتها جميله برضو. الناس اللي بتحب الحاجات التركي، دي تركي، دي تركي، الخامه بتاعتها جميله قوي، بس اللون بتاعها سكري.
والخامة اللي جاية أجمل. الخامة دي عجباني قوي قوي برضو، تركي يعني. بصوا دي اللي هي الخامة بتاعتها اللي هي الرش دي حلوة قوي، جميلة قوي قوي، حلوة قوي قوي. خليها معاكي، لا صرفيها ليه؟ حرام عليك. بصوا دي كده الشكل اللي فيها باليك. هات اللي بعديها يا أحمد. جبت اللي قبليها؟ جبت اللي قبليها اللي هي الفابرش. لا انت صورتها وبعد كده اتكلمت. لا ما صورناش. ايوه صح. ايوه دي بقى بكناريه. ايوه بكناره هنا اهي، كناره اهي، ودي كناره هي 3 الا ربع بس هو بيقول لك معايا بكنارين بس. يعني الناحيه الثانيه كنار برضه، تحس ان الطل بتاعها عامل زي الشبكه. تمام. تمام. بتعمل لمفارش السفره وستاير. ممكن ده او ده. ده اللي قلنا عليه الرش ده. يلا يا ابله انا معاك اهو. بصوا ملهاش الا بس الكنار اللي تحت ده فقط لا غير، وهي كلها ساده. ماشي تفاصيلها اهي الشبكه. بص خامة الستاره ده شغل مستورد يابا. بص وخليني في الاخر خالص يا باشا، اللي انت عايزاه سيبها وانا هجيلك. الستاره دي تفاصيلها حلوه قوي. حاجه مكان وانا هجيلك. اول لما جيت فيها حتى سرحت، تفاصيلها جميله. بصوا نكمل بقيه الستائر دي كتان. دي عرض 3 متر. الشكل بتاعها بقى من تحت واخد 3 الوان اهو زي ما انتم شايفين، وده كتان. دي الستاره اللي براهن عليها ام يوسف معايا، بقول لها دي تعمل منها فستان. الخامه بتتمط عامله زي فيها كده نسبه لكرة، وشكلها شيك جدا. تخيلوا لو اتحط لها بطانه لونها كافيه واتعملت فستان، والله العظيم تبقى شياكه. ومع انها ستاره بس انا شايفه انها تنفع لفستان. بصوا يا بنات الستاير دي جديده حلوه قوي قوي، دي جديده. ودي الخامه اهي دي جميله قوي. بصوا برضو اللي فيها اباليك دي صورتها لكم قبل كده، واحنا قلنا اسعار للستاير مع احمد مش معايا. الاسعار بتاعت الستاير مع احمد مش معايا، انا قلت لكم على اللي في الارض بس. الجزء ده حلو قوي وصورتها لكم قبل كده انا. كل حاجه لسه. بصوا ده كمان جميل جميل جميله اهي. تفاصيلها دي جميله جدا وقيمه جدا، كلها من المكياج. قيمه يعني بجد حلوه قوي. حاسه ان انا سعرها معدي، تفاصيلها قيمه جدا. بصوا اللي فيها باليك دي برضو حلوه قوي. الاسعار زي ما قلت لكم مع احمد. حلوه قوي العروسه دي شيكه، تفاصيلها برضو جميله. عايزه مكان يكون واسع وريسبشن واسع، ما يكونش فيه ركنه ولا انتريه محطوط عشان الجوبير او الركامه الجزء اللي تحت ده يبقى ظاهر. بصوا شكله شيك. دي تفاصيل الستاره دي. ده كده هنا قطيفه وبيتحط لها الماس. بصوا الجوبيرات دي يا لهوي على القمر. الاباليك بصوا الابليكه طولها قد ايه. الحاجات دي عند رائف معديه، وروح عند رائف في الازهر وانتوا تعرفوا اللي انا بقوله. خامه الستاره دي عاليه جدا، عاليه قوي، وتفاصيلها جميله جدا. بصوا شكل الابليكه وجواها قطيفه. شكل الابليكه تحفه. الستاره دي خفيفه بس تفاصيلها قيمه جدا مع الشغل بتاعها. دي تقيله مع الجوبيرات بتاعتها فهي اللي متقلاها. دي كده اشكال الستاير اللي عنده. برضو دي حلوه قوي. الناس اللي حابه الحاجه اللي فيها ذهبي، ده دهب عيار 18 وده دهب عيار 21. ما هوش زهرة قوي. بصوا دي كلها كده متصلة، كلها متصل اهو. كل الشغل بتاعها متصل، ما فيهاش اي كنار ولا فيها اي حاجة خالص غير الجزء اللي تحت ده بس. كل ده كده متصل. حلو قوي. دي برضو تفاصيلها جميلة. ده الكنار بتاعها شيك جدا.
بصوا الستاره فخامه. على تليفون نسيته. الستاره دي قيمه جدا جدا جدا، حلوه قوي. بصوا ده جميل، دي شيك جدا. بصوا بقى الجبلان ده كده، الجبلان اللي بيتشد بيه الصالون، تشد بيه انتريه زي ما انت عاوز. ده برضو كده جبلانات، الجبلان جميل قوي، الخامه بتاعته حلوه. تركي. انت اللي عمال تقول تركي تركي، انا عماله ابص ورايا انت بتقول تركي تركي على ايه؟ ما انا ماشي بركز، بس حلو قوي اللي فوق ده يتشد بيه. كده تفاصيل كده البروز كده بتاع التطريز، هما يجي يشوفوها ويمسكوا الخامه. لا جميله بصراحه، جميله صراحه، والالوان عنده جميله جدا. الخامات بقى بتاعت الستاير والكتانات والكلام ده، دي اخر ستاره، اخر ستاره. انا هتكلم واقول القماش اللي عنده اللي هو التركي ده اللي بيتعمل ستاير، هو شبه الهمر بس يا جماعه ده قماش تركي، بيبقى خامته تقيله شويه ومحمله وبتاع ستاير ماشي. في عنده حاجات عرض 3 متر وفي حاجات عنده عرض 1.5 متر. ده جزء اهو من الاقمشه اللي بتتعمل ستاير. ده همر، ده همر اهو. بصوا خفيف شويه عن اللي انا قلت لكم عليه، التركي ده بيبقى تقيل ومحمل والظهر بتاعه بيبقى مختلف شويه عن الهمر. تمام. عندكم بقى همر، عندكم ستاير تركي، عندكم السوفت، عنده سوفت برضو، عندكم البواقي بره بتبدأ من 50 جنيه المتر في الأرض الستاير. عندكم كل الاتواب دي درجة أولى، هي نفس الأشكال اللي قدامكم دي كلها، كل دي كده في منها تواب درجة أولى. الأسعار معايا. الكابوتونيه، بصي الكابوتونيه ده الكابوتونيه اللون الأخير الفايض عنده. تمام. اللي بيتعمل منه دلوقتي ايه، الكفرات او بياضات للركنه وكده. بصوا الخامه دي جميله جدا وبارزه ما شاء الله، جميله. ودي برضو جميله، الاتنين ماتشنج مع بعض، دي ماتشنج مع دي. تمام. وده كده اشكال اللي باقيه عند احمد السوري في سوق الخميس المطريه.